سيأتوكم خطباء من أصحاب نظارات سوداء حاتمة، ولن يروا الطرقات والمشاريع والخدمات. يمر على طريق اسفلت ويحتفل في جامعة ويحتفل في مدرسة ويقول لا يا إخواني لا نرى تنمية. لا، هذا هو الفساد. الجامعة فساد، والكهرباء فساد، والطريق فساد، وتربية الجيل الناشئ وتعليمه ومحو الأمية فساد. ما هو الصلاح يا أصحاب شعار إنهاء الفساد؟ على الأحرار والضباط والعلماء والأدباء أن يكتب التاريخ بأمانة دون أن يجردوا دور الآخرين. يجب أن تكتب تاريخ الثورة بشكل إيجابي. الآن في ذكريات الشعوب وفي ذكريات الشباب لا يعرفون معاني الثورة من إشكاليات ومن شحة في الإمكانيات. كم في شحة إمكانيات؟ كان التعليم محدود، كانت الثقافة محدودة. اليوم نرى المدارس والجامعات والمعاهد والكليات لا يعرفون ما كانت الصعوبة التي تواجهنا أمام التعليم العام. كان التعليم محدود جدا، وبنسبة لا تتجاوز المئات والآلاف من المتعلمين الذين يجدون القراءة والكتابة. ولكن اليوم عندنا شهادة الدكتوراه والماجستير وشهادات عليا فنية ومتخصصة في شتى المجالات.